لو انت فريلانسر وما معكش حساب دولاري فكمل الفيديو للاخر، لان بكل بساطه لما بتروح لاي بنك محلي في بلدك هتبص تلاقي ان البنك بيقول لك حط لي مبلغ صغير للايداع، $500 $100 $1000 على حسب نوع البنك. لكن النهارده انا جاي ادي لك بنك هتفتح من عليه حساب دولاري وحساب باليورو وحساب بالجنيه الاسترليني، ابلكيشن ان سيف. لا ومن غير حد ادنى للايداع، بالعكس هيدوا لك 5 يورو هديه عشان فتحت الحساب. لا وبمجرد كمان ما تمشي في الشروط انت هتبص تلاقي نفسك انه اتفتح في خلال كام يوم، وهيدي لك فيزا باليورو، وقريب هينزلوا الفيزا الدولاريه، وده طبعا عشان تقدر تشتري من اي حته في العالم من غير اي ليميت. ولو انت في اي دوله عربيه فانت هتقدر تودع في الحساب بتاعك ده بالكريدت كارد عادي جدا، وهتسمع معاك في الكريدت كارد ان هي عمليه شراء. طب لو انا في مصر ومش معايا كريدت كارد، خد بقى التقيله دي، هتقدر تودع بفوري يا صديقي. تخيل كده انت تقدر تودع في حسابك الدولاري برقم فوري التعريفي اللي انت تقدر باي مكنه من اي كشك تودع بيه عادي جدا. ده طبعا لو ما معكش ابلكيشن ماي فوري. عموما لو عايز تفاصيل اكتر وازاي تفتح الحساب وازاي كمان تتقبل بسرعه وايه الحسابات اللي انت هتاخدها، فانا عملت فيديو يوتيوب كامل عن الابلكيشن ده. بكل سهوله هتخش عندي في البايو، هتدوس على اللينك اللي موجود، واول حاجه هتلاقيها هو لينك الفيديو بتاع اليوتيوب. وطبعا ما تنساش تعمل لي فولو وجراس يا سمير.